هلا وغلا، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ بصوا بقى فيديو النهارده زي ما طلبتوا مني، فيديو مشتريات عشوائيه، حاجات جبتها في الفتره الاخيره اللي فاتت دي، كده فتره العروض والحاجات دي، بعيد عن السكين كير خالص. اوكي، جبت حاجات من بريد، وجبت حاجات من تاي شوب، جبت حاجات من اشاربيستا. الفيديو غالبا كله هيبقى براندات طرح. هاتوا بقى حاجه تشربوها، لان احتمال الفيديو يبقى طويل. اول حاجه هبدا لكم بيها هي بريث. جبت من عندهم ايه بقى؟ جبت من عندهم البندانه دي اللي هي اسمها فلو. هم عندهم نوعين بندانه، نوع اسمه فلو ونوع اسمه كومفورت. الفلو بتبقى فيها رباط من ورا ومخرمه اكتر وواسعه اكتر. الكومفورت بتبقى طبقتين. عامه انا جبت الاتنين يعني، بس دلوقتي اللي موجوده معايا اللي اسمها فلو. ده شكلها بتبقى من ورا شفافه شويه، يعني مينفعش تلبسي عليها طرحه شيفون شفافه، بتبقى يدوب من هنا متبطنه اتنين ومن ورا شفافه شويه. انا عندي مشكله بصراحه مع بندانات بريز، ان هي معموله للناس اللي دماغها صغيره. انا دماغي كبيره منتلي وفيزيكالي ف... فالبندانات دي بتبقى ضيقه على دماغي قوي قوي، وبتبين بقى، يعني بضطر ان انا عشان هي تمسك في شعري من ورا، فبترجع لورا خالص هي البندانه. لكن النوع اللي اسمه فلو كان بالنسبه لي احلى من النوع اللي هو اسمه كومفورت. البندانه تقريبا كانت ب125 على ما افتكر. هي ميزتها ان هي معموله من حاجه اسمها البامبو او حاجه زي كده، الشعر يتنفس، غير البندانات اللي هي بتبقى كلها متقفله وكده. هي دي فكره البندانه دي. انا بصراحه يعني مرتحتش عليها قوي، علشان انا دماغي كبيره شويه. من عندهم ايه تاني؟ جبت من عندهم البيزكس. هم عندهم بيزكس زي كده، حاجات كات وحاجات نص وحاجات كم. لا مش نص، حاجات كات وحاجات كم. ده كات، ده شكله، وبيبقى من جوه طبقتين، يبقى فيه طبقة تاني كده من جوه. في بقى منه، في منه الكات طويلة، يعني ده طويل، ده بيغطي. في منه كات طويلة وفي منه كات قصيرة، وفي كم طويل وفي كم قصير. بصراحة الباديات عندهم عجبتني جدا، قماشتها بريزبل كده، قماشتها بتتنفس وقماشتها حلوة. وموضوع ان هي مبطنة ده بالذات في الفواتح، في الابيض وفي البيج، حلو قوي قوي. ان مش بتضطري انتي تلبسي تحتيها حاجة. والطبقة اللي من تحت مش اللي هو مبطنة فكأني لابسة حاجتين، لا الطبقة اللي من تحت خفيفة، فبريزابل يعني، فما بتحسيش نفسك ان انتي لابسه كذا حاجه. بصوا الطبقه اللي من تحت خفيفه وبتمط كده شويه. فده بالنسبه ل بريث. جبت بعد كده من تاي شوب شويه طرح، عايزه اوريها لكم برضو. الطرحه دي انا بقيت بحب قوي الطرح اللي هي اسمها ايه بقى، اللي هي عامله زي كده، ولا منها موديل مش عارفه اسمها ايه الطرح دي بصراحه، شاش او شال. تحسوها كده طريه شويه، مش بتحتاج هي بتحتاج مكوى، بس مش بتحتاج نفس المكوى اللي بتحتاجها الموديل. دي اسمها طرحه موديل. دي انا لو فردتها لكم هتلاقوها كلها مكسره، بس الطرح الغامقه ما بيبانش فيها الكرمشه زي الطرح الفاتحه. بس انا بقيت بحب النوعيه دي. بصوا تحسوها قطره شويه وما بيبانش فيها الكرمشه زي الموديل قوي، وكمان سلسه كده وانتي بتلفيها يعني. فبقيت بحب النوعيه دي. بس انا بلبس كله يعني عامه، يعني ما عنديش، مش بستيك مع حاجه معينه. دي كان سعرها 300 جنيه، بس اعتقد ان انا كنت جايباها في عرض يعني. جبت منها نفسها، هي جبت منها اللون البني. اللون البني يا جماعه انا مبسوطه جدا ان اللون البني طالع الشتا دي، ان انا بعشق اللون البني في حاجات وحاجات. ما عنديش لبس كتير بني، بس انا بحب اللون ده، بحب اللون البني الغني ده، البني الشوكليت ده. فدي نفس نوع الطرحه. اعتقد ان هي اسمها مش مكتوب عليها كنت هقول اسمها مكتوب عليها بس مش مكتوب. جبت من عندهم الطرحة اللي مصر كلها جابتها وخلاص قربت مدتها تنتهي خلاص، اللي هي بالشريطين الستان. بس انا جبت كذا شريط بقى.
ده شكلها. دي كانت ب400 وحاجه. بصوا بتبقى حلوه قوي في اللبس لما تتكوي يعني بصراحه. الشرايط الستان دي بتدي ستايل كده تحفه. لا عجباني، هي حلوه وخصوصا بقى بالليل. بص معرفش ليها ستايلها وليها يعني انا حباها، حتى لو هتروح شويه يعني، حتى لو مبقتش موضه قوي قوي فانا ستيل حباها. مشكلتها بس ان هي للامانه يعني ان هي سعرها شويه 400 وحاجه، ف بتزمزقي كده شويه، تبداي تزمزقي شويه. ومشكلتها ان هي بتتنتش، فانت لازم تعمليها معامله البسكوتيه بالراحه خالص عشان ما تتنتش منك وتزعلي على 400 وحاجه اللي انت دافعاها. اوكي، ندخل بعد كده على الشاربيستا. انا بتكلم بسرعه وبنهج علشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. شفتوا انا بحبكم قد ايه. الشاربيستا انا ما جربتش اي حاجه من الشاربيستا قبل كده، ولكن يعني كان عندي فضول ان انا اجرب منهم حاجات، خصوصا الطرح اللي هي نفس هي والبندانه نفس اللون. اوكي، فجبت من عندهم، عملت اوردر. شاربيستا برضو اونلاين بيج يعني، ملهمش ستور، اعتقد ان هم ملهمش ستور. جبت الطرحه دي اسمها كوتون ليكرا بري بان. اوكي، ممكن اوريكم الموديل وهي لابساها. دي بتبقى الطرحه ومعاها البندانه بتاعتها. البندانه بتبقى من النوع اللي فيه رباط، واللي هي كانها اسمها بندانه سوري برباط. اوكي، ومن هنا بتبقى بلين كده ما فيهاش خياطه. والطرحه بتبقى بالشكل ده ليكرا. مشكلتها بس ان هي عرضها صغير جدا، فهي من الطرح اللي لازم ترجعيها سيكه لورا علشان تتلف معاكي. طبعا هم عاملينها عرضها صغير لسبب ان انتي تبيني البندانه اللي انتي جايباها نفس اللون اكيد يعني، وكمان عشان تعرفي تلفيها كده ومتبقيش مخنوقه بقى من كتر في طرح بجد العرض بتاعها بيبقى عرضين، فاللي هو هنا بيبقى فيه كلاكيع كتيره لو انتي بتلفي الطرحه وتبرميها حوالين رقبتك يعني. لكن لو انتي بتلفيها في فضفاضه كده وبتداري او بتلبسيها كانك بتلبسي خمار لف، بتبقى موضوع تاني. لكن هم عاملينها بقى كده خفيفه علشان تتلقى. بصوا انا الطرحه دي يعني عندي احساس كده ان انا هحبها قوي في الصيف، لان هي خفيفه خفيفه خفيفه، مش حاسه بيها بجد. والحته دي رفيعه، دي ميزه وعيب. انا ما بحبش ابين قوي البندانه مؤخرا يعني، بس بما انها نفس لون الطرحه فليه لا. ودي كان سعرها اعتقد مكتوب عليها ان شاء الله. ايه رايكم في اللون ده؟ عاجبني يعني، هو ولا منه بيج ولا منه، هو كافيه شويه بس الحمد لله لايق على بشرتي. اعتقد سعرها مكتوب عليها يا جماعه، كانت ب495 جنيه. بندانه لوحدها، للاسف ما لقيتش منها الاسود. اسمها ايه البندانه؟ اسمها نو ثريد تو تاي بندانه. اللي عجبني فيها ان الحته دي ايه، تخينه سنه وعريضه شويه. اوكي، فلما باجي الفها، لكن هي لونها مش عاجبني خالص. ما بحبش الالوان الفاتحه بقى. بصوا بقى هنا نزعل بقى من بعض، فاللون ده انا يعني جه معايا غلط. تالت طرحه جبتها هي ستايل تاني، اسمها داشينج كوتون ليكرا. الصراحة يعني كنت فاكرة ان الموضوع اهدى من كده، بس طلع لونها غريب شوية. طلع لونها اللي هو افراح قوي كده، رمادي سيلفر بيلمع منقطة. فدي عايزة فستان اسود سادة سواريه، مش يعني معاها البندانة بتاعتها نفس اللون نفس الدرجة. ممكن نعمل ديمونستريشن خفيف كده يعني. اوكي، احنا بقينا عيلة واحدة يعني. ممكن طبعا لو انتي بتحبي الطرحة تبقى كده من قدام تعمليها كده عادي، لو انتي بتحبيها من ورا تعمليها. بصوا بقى اللي انا عايزه اقوله لكم، اني شعري من ورا مش هيدخل فيها لو انا عايزه اعملها كده. فاهمين حاجه؟ لو انا بقى هلفها لورا فهترجع معايا سنه، فممكن شعري يبان من قدام، وانا حاليا بحاول ما بينش شعري يعني. برضو هي نفس الكلام، عرضها يعني يمكن عرضها اكبر من التانية شويه، مش نفس الكلام قوي. بس عايزه اشوفها على وشي بصراحه يعني انا بقيت الخديجه المغربيه في لحظه. ماشي، هي لونها ماشي اوكي حلو عليا، ولكن قماشتها
فرح، يعني انا رايحه مناسبه، رايحه ايه رايكم يا جماعه؟ رايحه مناسبه، خارجه بالليل، رايحه مش عارفه رايحه فين، انا مش عارفه رايحه فين. هي حلوه بس اكيد مش هخرج بيها اروح بيها الشغل يعني، مش هخرج بيها الصبح، مش على الصبح كده ابقى يعني كشافه. اتكلم عن القماشه، فهي قماشتها ليكرا كده وبتمط سنه وطريه جدا 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 وما تحسيش بيها على راسك. ده لو هنتكلم عن الكواليتي. وموضوع ان هي، ثواني بس نشيل الاشياء دي. وفكره ان هم حاطين لك باجز كده عشان ما تضيعيش البندانه من الطرحه وتقعدي بقى تدوري على البندانه والبندانه راحت فين، فتحطيهم هما الاتنين مع بعض في الباج دي او في الشنطه القماش دي. لو انتي بقى بتحافظي على طرحك قوي وبتشيليهم مثلا في حته او عندك درج مخصوص للطرح او كده، فطبعا هي ميزتها ان هي ما بتتكويش، ودي ميزه يا جماعه لازم نقدرها ونحترمها، خصوصا الامهات اللي بتجري ورا نفسها وورا عيالها وما عندهاش وقت تكوي حقيقه يعني. فحبيت، كان نفسي والله الاقي الالوان اللي انا برتاح لها، يعني اسود، يعني اسود تاني ايه المشكله؟ بس لقيت كل الاسود سولد اوت في كل حاجه عندي اشاربيس، فمش مشكله نجرب الالوان الفاتحه وبس. ده كده الفيديو بتاع النهارده، خليه كله 3 انواع 3 براندات طرح. يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هحاول الفيديو الجاي اكون بتكلم على افضل منتجات جربتها بقى في خلال سنة 2024. ايه رأيكم في فكرة الفيديو دي؟ لو عجباكم اكتبوا لي في الكومنتات عشان تشجعوني عشان اقوم اصوره وانجز يعني. تمام، انا بقرا كل الكومنتات وبتابع الدنيا على طول. ف لو حابين فكرة الفيديو اللي هو افضل منتجات بقى جربتها في خلال السنة والفيديوهات اللي كنا بنعملها كل سنة دي، قولولي في الكومنتات. شكرا ان سمعتوا الفيديو لحد دي. كان معاكم آية سليمان، شكرا لكم، سلام عليكم.